السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض بني مشوي بتتبيلة حلوة جدا وسريعة، ومحشي ورق عنب بخلطة برضو ني كده. سهل وسريع وبسيط جدا ومش مكلف خالص. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. هحط ورق عنب كده في مية مغلية بدون اي اضافات. تمام، هبتدي بقى اقلب في ورق العنب بتاعي. طبعا الكمية يعني على حسب عدد افراد اسرتك، الكمية اللي تناسبك هتعملي ايه مع ايه. انا هعمل ورق عنب بس، فطبعا يعني ده نص كيلو على قد انا واولادي. زوجي مسافر فانا واولادي صغيرين، فنص كيلو حلو علينا ان شاء الله. فهبتدي اقلب فيه كده لحد ما يعني يستوي شويه او بس ما يكونش ان هو يتهري، وفي نفس الوقت ما يبقاش ناشف ومجلد. يستوي بسرعه مع الرز ويبقى حلو، يعني يتاكل كده مستوي، ما يبقاش بيشد ومجلد معانا. تمام، يعني 5 دقايق غلوه غلوتين كده ونطلعه على طول وغير لونه. طبعا هننزل طبعا بالكمية اللي عندنا كلها لحد لما نخلص. نفس الطريقة كده، ما بتاخدش اي وقت خالص، يعني اسهل سلق ورق العنب. يعني نسلقه كده ونظبطه. طبعا من الاكلات المحببة الى قلبي ورق العنب ده، مين ما بيحبوش؟ يعني ما افتكرش محدش يحبه. ساعات اقعد افكر مين اللي اخترع محشي ورق العنب ده. احنا بناكل ورق شجر بس بجد انا بحبه وطعمه لذيذ اوي. خلاص كده هنطلع الحبة التانيين. طبعا انا بطلعهم في طبق وارجع اشطفهم شطفة حلوة بمية ساقعة لحد ما المية بتاعتهم تبقى نظيفة، ولحد ما الورق يبرد من الحرارة. ده شوية ورق عنب بيبقوا صغيرين خالص، بيبقوا يعني بيبقى كله في بعضه كده، بيطلع منهم الشوية الصغنطتين دول. ما ينفعش ان انا احشيهم، بس بسلقهم واحطهم في قعر الحلة كده. هنا خلاص خلصت ورق العنب. نبتدي بقى نعمل الخلطة. معي هنا شبت وبقدونس وكزبرة خضراء، لا انا اسفة، شبت وبقدونس بس. ما بحبش الكزبرة الخضراء في المحشي، لو بتحبيها حطيها. تمام، انا بحط كزبرة ناشفة، انما خضراء ما بحبش الكزبرة الخضراء في المحشي. بكتفي بس بالشبت والبقدونس. طبعا انا بعرفش اقطع غير على ايديا كده، وطبعا ايدي متعورة فمش عارفة امسك السكينة ولا عارفة امسك الخضار، وما بعرفش اقطع على بلانشة ولا على لوحة ولا على اي حاجة، ولا على الرخامة ولا على اي حاجة. فيعني زي ما تحبي تقطعي قطعي. قطعت الخضار، هقطع كمان بصلتين كده. حابة تفرمي في الكبة افرمي، بس انا هفضل ان انا اقطع على ايدي. تمام، وساعات اطلع الكبة، بس انا كنت مكسلة في الوقت ده. كان انا بحشي في الوقت ده، كان يعني تقريبا الفجر قرب جدا، ولادي صاحيين، بنتي الصغيرة صاحية مش راضية تنام. فقلت لا، انا كده كده صاحيه وما ما بعملش حاجه، لا انا اقوم ايه اجهز المحشي واحطه في التلاجة. وقت ما اصحى يكون الاكل جاهز. بقى اصحى وقت ما اصحى، لان انا ما نمتش. الفجر هيأذن وانا صاحيه، فحرفيا انا نمت الساعه 6 الصبح. الولاد ما ناموش الا الساعه 6 الصبح. البنت الصغيره كمان مش مبطله زن. فقلت لا، استفيد بالوقت ده واعمل المحشي، عشان ايه اصحى الاقي الاكل جاهز في التلاجة، احطه على النار على طول ويبقى جاهز على السوا. يعني مين زي بيعمل كده لما بيكون سهران ومش لاقي حاجة يعملها. قطعت البصل وكمان فص توم كده، فصين توم كده، وهقطعهم صغير زي البصل. خلاص، فدايما خليكي طول ما انتي كده استغلي وقتك. يعني انا طبعا هم نايمين الساعة 6 الصبح، عشان نصحى هنصحى متأخر. تمام، فهلحق اعمل ده كله امتى؟ فلا، انا استفيد بالوقت وخلاص. هنا الكاميرا كانت فاصله وانا بقى بحط الحاجات المكونات على بعضها. ده الرز مصري غسلته 3 كوبايات من الرز، حطيت الخضره والبصل، وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسود، وحطيت كمون، وحطيت كزبره ناشفه. تمام، دي البهارات اللي بحطها على المحشي، ما بحطش اي حاجه تانية. وحطيت كمان شويه بابريكا عشان اللون، يعني تغمق شويه. حطيت شويه زيت. طبعا عامله المحشي كله ني في ني، مش حطيت حاجه على النار غير ان الصلصه حطيتها تفك. تمام، دي علبة صلصة كانت عندي في التلاجة فيها شوية كده، قلت اخدهم بالمرة. تمام، البهارات ما تكتريش بهارات، عشان البهارات بتغير طعم المحشي. حط الحاجات البسيطة دي وبس، هتاكلي احلى محشي. دي صلصة عادية خالص، كانت متفرزة عندي في الفريزر. حطيتها على النار تفك بدون اي اضافات خالص، وحطيتها على الايه على الخلطة.
بس هي دي خلطة المحشي، سهلة وسريعة، تنفع لأي نوع محشي انت تفضلي تعمليه، ممبار، فلفل وبتنجان مشكل، اي كرنب، ورق عنب، ورق خس، زي ما تحبي اعملي الخلطة دي، بجد خطيرة جدا. طبعا هنا الطماطم ما كانتش كفاية، هي كانت عايزة كمان شوية صلصة، بس كان الوقت اتأخر بقى وايه، وكسلت اطلع تاني. فيعني هو حلو كده وكان طعمه جميل ان شاء الله، بس انت بيزودي شوية صلصة كمان. هبتدي بقى احشي هنا الورق الصغير اللي كنت بسلقه في الاخر، حطيته في قعر الحلة، وهبتدي احشي عليه وارص المحشي بتاعي. وهبتدي بقى ايه الف ورق العنب بتاعي على الناحية الخشنة، وابتدي اقفل من الجوانب بالشكل ده، وابتدي الف الورقة بالطريقة دي، يطلع الصباع كده مظبوط رفيع مش تخين ومكعبر، بيطلع حلو قوي. فانتي طبعا في ناس ما بتحبش تلف ورق العنب وبتكره ورق العنب عشان خاطر اللف بتاعه، انا بقى العكس، انا بحب احشي ورق العنب خالص، بحب احشيه وبحب الفه واظبطه كده كاني مكنه عاملاه، بس مش مكنه ولا حاجه، انا لفه على ايدي. نحط كده على الناحيه الخشنه، والناحيه الناعمه تبقى لبره، ونقفل من الجوانب ونلف ونشد الورق يعني كويس، ونحكمه كويس عشان خاطر ايه، يبقى الصباع ملفوف كده ومتماسك، ما يفكش منك في الشوربه. تمام. في ناس بتحب تقسم ورقة العنب، بس انا ما بحبش اقسمها مهما كان حجمها، بحب اعملها على بعضها. تمام. فهو ده ورق العنب، هي دي طريقته، سهل وسريع. استغلي وقتك، لو صاحية لو في اي حاجة اعملي كده واستغلي وقتك، لو ولادك مسهرينك زي كده وانتي صاحية اعملي الاكل وحطيه في التلاجة عشان تنامي براحتك وتصحي براحتك تلاقي الاكل جاهز. بجد انا كنت نايمه مرتاحه جدا ومش شايله هم الاكل، لان ايه خلاص كله بقى جاهز، هصحى من النوم على النار على طول. بس هتبل البانيه وخلاص، على كده هعمل بانيه مشوي جنبها وخلاص على كده. طبعا ممكن تعملي بقى نفس الطريقه ديت مع اي نوع خضار محشي بقى، اي نوع خضار، كوسه، فلفل، بتنجان. وهنا خلاص كان بعد ما طلعته من التلاجة، هنا كان تاني يوم بقى، طلعته من التلاجة وبقى جاهز معايا كده. تمام. هنا البانيه الكاميرا كانت فاصله معايا، فصلت، معرفش حكايه الكاميرا معايا النهارده، بس هقول لكم تتبيله البانيه سريعا. دي شرايح بانيه اهي، يعني الصدر عاملاه على 2 بالشكل ده. تمام. حطيت عليها بقى ايه، طماطم وبصل وتوم مفروم مبشور بالمبشره، وحطيت بهارات ملح وفلفل وكمون وبابريكا وبهارات فراخ، وحطيت صويا صوص ودبس الرمان. هي دي التتبيله، وملح طبعا وشويه خل صغيرين. هي دي طبعا تتبيله الايه البانيه اللي انا عملتها. هنيجي هنا الورق العنب نحطه على النار عشان خاطر يستوي، هحط بقى كده معلقه كده من دبس الرمان عليه، وابتدي انزل بالشوربه. ودي فايده ان انت تعيني حاجه في الفريزر، بجد بتنفع جدا. انا عامله بانيه مشوي يعني ملوش شوربه، فطلعت كيس الشوربه من الفريزر وحطيته وغليته، فكيته على النار وسبته يغلي، وحطيته بقى على ايه، على ورق العنب. دي طماطم كانت في سلق الشوربه نفسها، في سلق الحاجه اللي انا كنت بحط فيها. دي تقريبا شوربه فراخ بلدي، فكنت سالقه فيها ايه، كنت وهي بتتسلق بحط طماطم. خلاص كده سيب المحشي يستوي، ونيجي بقى نحط البانيه بتاعنا بالشكل ده في الجريل. عايزه تحطيه بقى على الفحم زي ما تحبي تشويه اشويه، بس سريعا يعني على الجريل بجد خطير. والتتبيله دي طعمها جميل جدا، سهله وسريعه. هقولها تاني، بصل وطماطم وتوم مبشورين بالمبشره عادي، من غير كبه من غير حاجه، المبشره العاديه. وحطيت صويا صوص ودبس الرمان البهارات اللي تحبيها حطيها. حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وبهارات فراخ. طبعا الفلفل الاسود بيبقى مفروم فيه فرمه فيه قرنفل وحبهان، فتقريبا بقى ايه كل البهارات دي مع بعضها خطيره. طبعا لو عندك معجون صلصه بس كانت خلصت اخر حبه حطيتهم مع المحشي، حطي معلقه صلصه جاهزه من اللي هو الصلصه العلب او الاكياس، بتدي لون حلو جدا، وبتدي يعني حاجات خطيرة، يعني بتدي لون وشكل حلو وتحميرة حلوة كمان. بس الصويا صوص ودبس الرمان بدي نفس النتيجة برضو، هتشوف النتيجة في الاخر بجد خطيرة. هنبتدي نقلب فيها كده كأننا بنشوي سمك او بنشوي حاجة، هي عامة ما بتاخدش وقت خالص، كأنك بتسلقي بيض، كأنك بتحمري بطاطس، ما ما بتاخدش وقت خالص، لان الصدور ما سريعة في السوى، وكمان هي مخلية مفيهاش عظم، يعني مش هتخافي يكون فيها دم ولا حاجة، فبتستوي سريع يعني. وكمان الصدر مقسوم 2، فبجد يعني سريعة جدا ومنقذة يعني. لا هنستنى بقى خايفين بقى تاخد وقت على النار، ولا العظم يبقى فيه دم، ولا الحاجات دي كلها.
وبجد كانت فراخ مشوية، بانيه مشوي خطير وصحي. تنفع الوجبات الصحية، حلوة جدا، مشوي وخفيف على المعدة. حلو للدايت، يعني لو هتعملي بانيه بالطريقة دي بجد احلى من البانيه المقلي بكتير، وخفيف كمان. والناس اللي طبعا عندهم القولون والمقلي بيتعبهم، هتلاقي البانيه العادي بيتعبهم اكتر، فده بجد خفيف على معدتهم جدا. وطبعا للدايت ومرضى السكر ومحبين الاكل الصحي اللي بيحب الاكل الهيلسي، بجد وصفة الفراخ دي خطيرة. خلاص بقى نبتدي نقلب فيها كده. وطبعا انا بحاول اشيل الحروقه ديت الخضار اللي كان مفروم، فبتحروق كده لما السوائل بتنشف من البتاع، فبنشيله بالمعلقه كده بيطلع بسهوله. ونحمر بقى نبتدي بقى نشوي البانيه. طبعا هو استوى في الصوص بتاعه والصوص نشف، فهيبتدي بقى يدخل في مرحله الشوي وياخد اللون وعلامات الشوي الجميله اللي انتوا شايفينها دي. تمام. طبعا اسفه لاي اصوات خارجه عن الفيديو، الاصوات دي من بره البيت من الشارع، وسجلت الفيديو اكتر من مره بس برضو ما فيش فايده، فقلت بقى هسجل بقى وامر لله. بس خلاص كده البانيه تقريبا خلص. هنبتدي بقى نزود بس علامات الشوي بتاعته، وبجد خطير. جنب مكرونه، جنب محشي، جنب مكرونه وايت صوص، مكرونه بشاميل، رز بسمتي بسلطه، بجد يعني لكذا وصفه تنفع. كده كده البانيه خلص، وهنا المحشي بتاعنا اهو خلاص كده قرب على السوا. هنسيبه شويه ونطفي عليه ونغرف مع بعض في الاخر. هنا خلاص هتجيب الصينيه دي، طبعا الصينيه طلعت صغيره بس بقى ما حبيتش انقل في طب حاجه تانية يعني. هنقلب المحشي. كميه المحشي كانت كبيره على الصينيه، فيعني بس مش مهم يعني، كله عدى. شايفين بجد خطير 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 خطير. شايفين اللون الجميل. هبتدي بقى احط البانيه كده على الوش، سلطة خضراء، شوية شوربة، هي لوحدها كده بجد يعني أكلة لذيذة جدا. مين بيحب الأكلة دي؟ مش لازم نعمل فرخة كاملة ونكلف نفسنا، لا هاتي نص فرخة كده من الصدور، واقسم الصدر على 2 هيكفي أسرة 4 أفراد، بجد حلوة جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، سهل وسريع. ما تنسوش تعملوا لايك. مع السلامة.